انت ممكن جدا تكون بتستعمل اقل من 10% من امكانيات بانداس جروب باي اللي انت تعرفها. في الفيديو ده هقول لك على 5 حاجات ممكن تخليك بتستعمل بانداس جروب باي بشكل افضل. رقم 1، الجروب باي اوبجكت از ا لايف اوبجكت، بمعنى انك بمجرد ما تستخدم جروب باي من غير اي اجريجيشن فانكشن بعدها، انت معاك تول قويه جدا تقدر بيها تسلكت سم جروب، تعمل لوبنج على الجروبس نفسها، تحسب السمري ستاتستكس لكل الجروبس بدون ما تعمل اي اجريجيشن فانكشن. فاستعمل الجروب باي اوبجكت. رقم 2، الكاستم اجريجيشن فانكشن از ا فيري باورفul تول. غالبا انت لو مهتم تدرس كاتيجوريز اوف برودكتس معينه، فانت مش هتبقى محتاج تحسب المين سيلز بس، انت هتبقى محتاج تحسب المين سيلز، الميديان سيلز، السيلز رينج في الجروب ده، يا ترى ايه اقل مبيعات واكبر مبيعات، الستاندرد ديفيشن، يا ترى الاختلاف بيبقى قد ايه بين الرينج ده، وهكذا. الكاستم اجريجيشن فانكشن هتخليك تحسب كل الحاجات دي واكتر منها مره واحده على نفس الجروبس اللي انت اخترتها او على نفس الجروب باي اللي انت هتستعملها. رقم 3، لما تيجي تحسب مالتي ليفل جروبنج، معظم الناس ما بتستلطفش الشكل بتاع الاوتبوت اللي طالع من المالتي ليفل جروبنج. في كذا حاجه ممكن تستعملها عشان تحسن شكل المالتي ليفل جروبنج وتخليه اسهل عليك في انك تقراه وتفهمه. ممكن تعمل انستاك، ممكن تعمل سواب ليفل، انت ممكن تعمل فلاتننج للكولم نيمز لان هي بيبقى اسمها متغير شويه، هيبقى شكل الكولمز طبيعي اكتر. رقم 4، لو انت حابب تحسب اي اجريجيشن على مستوى جروبس معينه وفي نفس الوقت تخلي الاجريجيشنز دي موجوده بنفس السايز بتاع الداتا سيت الاصليه، في فانكشن لذيذه جدا اسمها ترانسفورم. ترانسفورم هتخليك تحسب وات ايفر اجريجيشن انت محتاجها وهتحافظ لك على نفس السايز بتاع الداتا سيت الاصليه، وده هيكون مفيد جدا جدا وانت بتعمل فيتشر انجينيرنج. رقم 5، مش لازم دايما تعمل فلترنج على الرو ليفل في الداتا سيت اللي انت بتشتغل عليها. لو عملت فلترنج على الجروب ليفل ده هيكون اسهل كتير جدا. احيانا بتكون انت مثلا عايز تدرس البيهيفير بتاع برودكت جروبس معينه في حاجات مختلفه، ومنهم برودكت جروب اندر ريبريزنتد، يعني له عدد روز قليله وليكن 150 رو. فالسيفست اوبشن في الحاله دي هو انك تعمل اكسكلود للبرودكت جروب ده لانك ما عندكش اناف داتا. بدل ما تحاول تعمل فلتر على الرو ليفل، لا انت ممكن تعمل فلتر على الجروب ده وتطلعه من الحسبه. وكمان هتلاقيني سايب لينك لكاجل نوت بوك بشرح فيها كل النقط دي على داتا سيت معينه عشان تفهمها بشكل اوضح وافضل. انت كمان لو عندك تريك معينه كنت بتستعملها وانت بتستخدم بانداس جروب باي، يا ريت تشاركها معانا في الكومنتات.